السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ النهارده هنفرز ورق العنب بانجح طريقه في العالم. هقولك اوعي تسلقيه، يعني الورق ده مش مسلوق ولا حتى تعبيه في ازايز ولا في برطمانات. سيبك من كل الطرق دي، صدقيني كلها طرق فاشله بجد. هنعمل الطريقه الوحيده اللي انا مجرباها من سنين طويله وبتطلع ناجحه مليون في الميه، والورقه زي ما انتم شايفينها ما بتتقطعش خالص. ريحتها بتفضل ريحه ورق العنب وطعمها بيبقى رهيب جدا. في البداية خالص الورقة الطرية دي اختاريها، يعني لما تيجي تشتري ورق عنب وبالمقص كده هنشيل العنقود او بايدنا اي حاجة. ورق العنب الطري ده يا جماعة بيبقى موجود عند الفلاحين في الاسواق، والحقيقة هاتيه دلوقتي لانه خلاص يعني قرب يعني في نص كده الموسم بتاعه، فالحقيقة دلوقتي قبل ما يبدأ يبقى ناشف يعني. هاتي بقى مقدار الورق اللي انت عايزاه. انا النهارده هفرز 3 كيلو، وممكن ابقى اجيب بقى تاني ورصته فوق بعضه. يعني انا فضيته الاول في الصينيه زي ما انتم شايفين، وحابه اوريكم شكل ورق العنب. وبعدين بشيل العنقود ده بايدي او بمقص زي ما وريتكم في الاول، وبرصه كده يعني فوق بعضيه بالشكل ده. طبعا بتقعدي كده في مكان يعني كويس كده وتفضلي تعملي فيه لغايه ما تخلصي المقدار اللي انت عايزه تفرزيه كله. وبعد ما عملت مقدار كبير زي ما انتم شايفين، انا بس بوريكم هنا قد ايه الورق طري وجميل، ولو تنينا الورقه كده وفردناها ما بتتقطعش وبتلمع، وريحه العنب بتبقي شماه وانت شغاله كده، وبتعرفي ان ده ورق عنب هيبقى طعمه جميل جدا. هخلص كل المقدار بتاعي، وكنت حاطه ميه على النار تغلي، حله كبيره مليانه ميه بتغلي، بس مش هنسلق ورق العنب برضو، لان سلق ورق العنب يا جماعه بيخليه يتقطع ويتهري في التفريز. وهقولك على كام تركه وكام سر وكام غلطه بتقعوا فيها برضو بتبوظ معاكوا ورق العنب في التفريز. اول حاجه انا جبت حله هي فيها ميه وفوقيها مصفى، ودلوقتي هنبدا نغسل ورق العنب. هجيب الرصه اللي انا يعني حطاها فوق بعضها وهضغط عليها بايدي كده يعني 3 4 دقايق لغايه ما ورق العنب يتغسل معايا كويس قوي، واحاول احافظ على الرصه بتاعته مرصوصه زي ما هي اهو. بصوا هصفيه بقى من اي ميه كده يعني موجوده فيه، وزي ما قلت لكم انا حاطه ميه على النار تغلي، ومش هودي ورق العنب على النار ابدا ابدا. لكن هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. بجيب بقى دلوقتي حله تانية اهو، واحط فيها الورق اللي اتغسل ده، والحله اللي تستخدميها يبقى ليها غطا كده محكم. وبعدين هجيب بقى من الميه المغليه دي واحطها فوق ورق العنب كده زي ما انتم شايفين. دي مش عملية سلق خالص، ولكن عملية تغيير لون ورق العنب. بصوا مجرد ما المية نزلت على الورق لونه غير على طول. محتاجة بس اغطي عليه بالغطا دوت لمدة يعني عايزة اقولك دقيقة واحدة، مسافة ما عملت حلة تانية. يعني انا جبت الرصة دي وغسلتها برضو في المصفى، وبعدين حطيت عليها المية المغلية. بجيب بقى شوكة او معلقة وبغطس الورق لتحت كده، بحيث عايزة المية المغلية تغطيه من فوق لغاية تحت عشان كل الورق لونه يغير معايا. بغطيه وبرجع على طول على الحلة الاولانية وبطلع بقى الورق منها. شايفين خلاص كده؟ يعني مش بسيب ورق العنب جوه المية المغلية غير مجرد دقيقة واحدة بس يغير لونه كده. يعني هو لسه المية سخنة زي ما هي، وطلعته وعايزاه بقى يتصفى. ودي تركة مهمة جدا لازم تعرفوها. وبصوا الورقة طالعة ماسكة نفسها، يعني بشدها ما بتتقطعش خالص اهو. حتى لو في حتة لسه لونها اخضر كده عادي جدا مش مشكلة، لكن هيكون الورق كله خد اللون الاصفر زي ما انتم شايفين كده. اي ميه هتنزل منه هصفيها منه، وعلى طول بجيب الحله التانية اللي انا يعني حطيت برضو فيها الميه المغليه، وبطلع برضو الورق منها. زي ما انتم شايفين الورق لونه حلو جدا. كل ما كانت بتنزل منه ميه كنت بصفيها، وكنت ببقى يعني ماسكه يعني حاطه الصينيه دي كده بحيث تنزل كل الميه اللي فيها، يعني رفعها شويه من ناحيه ومن ناحيه سايباها لتحت، فكانت الميه كلها بتتجمع تحت وبشيلها. ودلوقتي بصوا ورق العنب يا جماعه بتاعي اهو، يعني مفيش ولا ورقه ممكن تتقطع منك. حتى لو قعد معاكي سنه واكتر في الفريزر بيفضل محتفظ يعني ان هو ماسك نفسه كده وما بيتقطعش ابدا ولا يتهري. اللي بيهري ورق العنب يا جماعه ان احنا نسلقه في الميه. انا بس بوريكم الورقه ازاي بتتلف. اللي بيهريه ان احنا بنسلقه في الميه وبنحطه يقعد يغلي يغلي، وطبعا يعني دوت هو اللي بيهريه. وتاني حاجه بتهريه ان انت تفرزيه بالميه بتاعته، او يكون في نسبه ميه انت مش واخده بالك منها، فالميه دي بتتلج جوه الفريزر، فالتلج هو اللي بيهري الورق برضو في التفريز. لكن ورقنا بصوا مفيش ولا نقطه ميه بتنزل منه، لان سبته وتصفى فتره كويسه،
وهو كده برد خالص. وبصوا بقى عشان ما ياخدش وقت معانا، يعني ما ياخدش قصدي مكان معانا في الفريزر، بنمسك كل كده يعني جزء كده من الورق فوق بعضيه، هو كده كده مرصوص، وبنمسكهم وزي ما انتم شايفين بنبدأ نلفهم رول كده بحيث ياخدوا يعني مكان اقل. عملت المقدار بتاعي، بصوا يا جماعة اهو. على فكرة كل 2 رول مع بعض يعملوا لك حلة محشي ورق عنب محترمة، ولو حابة تعملي يعني حلة كبيرة يبقى هتستخدمي 3. وزي ما انتم شايفينه اهو يا جماعة مفيش نقطة مية نازلة منه، دي تركة مهمة، خدي بالك جدا منها. وانسي بقى البرطمانات او السلق او الازايز اللي بتعبى فيها، وورق العنب بيتعمل كده انجح طريقة، يعني عمري ما هغيرها ابدا ابدا مهما شفت اي طريقة تانية. حتى في التفريز ما بياخدش مكان، ولو حابة تطلعي يعني منه يعني واحدة بس وتعملي حلة صغيرة تقدري، لان احنا عاملينه زي ما انتم شايفينه رولات كده. نطلع كل الهواء من الكيس، وبعدين بنتني الكيس لتحت او بنربطه زي ما احنا عايزين. وهعمل بقى كل المقدار بتاعي بالشكل ده. بصوا يعني ما خدش برضو مكان في الفريزر، هما 3 كيلو من ورق العنب مش هياخدوا معاكي مكان خالص في الفريزر. اهو يا جماعة عملت المقدار بتاعي اهو، المقدار بتاعي هو ما شاء الله عمل لي اكياس حلوة قوي كتيرة. ولما تيجي تطلعيه بقى من الفريزر هتطلعيه يفك خالص، يعني لازم يفك قبل ما تبدأي تشتغلي في ورق العنب. هتطلعي بقى الرول اللي انت عايزاه، طلعي الكيس كله او طلعي واحد بس، وهتستخدميه عادي جدا. ومهما قعد عندك في الفريزر طالما ما فيهوش تلج يهريه، هيفضل محتفظ بنفسه، لونه، ريحته، ومش هيتقطع معاكي وانت بتحشيه، يعني هتحشيه وكأنك بتحشي ورق عنب طازه لسه شاريه من السوق حالا. بصوا اهو بنطلع الرول كده اهو بعد ما يكون فك طبعا، ونقدر نطلعه ونفتحه وناخد يعني اللي احنا عايزينه من الكيس. انا حابه اطلع لكم برضو يعني الرول ونفتحه تاني اهو ونشوفه. بصوا يا جماعه، بصوا لونه من جوه يعني تحفه جدا، مفيش ولا ورقه هتتقطع منك وانت بتحشيها خالص. اهو بناخد بقى كل واحده لوحدها كده اهو زي ما انتم شايفينه بعد ما بيفك. طبعا الجوانتي هو اللي مخليني مش عارفه اتحكم كويس ولا اطلع بسهوله ورقه، ولكن انت بايدك هتقدري تطلعيه من بعضه وتحشيه زي ما انتم شايفينه كده. وبرده مفيش اي حاجة هتتهري معاكي منه مهما قعد. خلصت الفيديو بتاعي، كان هدفي الافادة، يا رب تكونوا استفدتوا. لو عجبكم الفيديو يا جماعة حطوا لايك للفيديو، شيروا بقى الفيديو في كل حتة عشان الكل يعمل ورق العنب بالطريقة المضمونة الناجحة دي. لو ما كانتش الطريقة دي ناجحة ما كنتش هعملها كل سنة واكررها، ما بعملش غيرها صراحة، ولا عمري بعمل في ازايز ولا بسلقه ولا برطمانات ولا اي حاجة غير هي الطريقة دي التحفة معايا. خلصت الفيديو بتاعي، كان هدف الإفادة، يا رب تكونوا استفدتوا. شكرا ليكم.